النهارده معانا فيديو خفيف وممتع جدا. هنشوف فيه رحله بناء حمام سباحه وسط الطبيعه من الصفر. اول حاجه كان لازم يعملوها في المشروع انهم يشيلوا 13 شجره من مكانهم. كانوا بيحفروا الارض حوالين الشجره وبعدين يوقعوها من مكانها خالص باستخدام الكراكه. ولما شالوا كل الشجر جاب الكراكه وبدا يحفر في الارض وبيعبي التراب الزياده في الشاحنه وبينقلها في منطقه تانية بعيد. ضافوا لحمام السباحه الجهاز اللي هيجمع الاوراق والحاجات اللي بتطفو على سطح الميه. ده نقدر نقول عليه قلب حمام السباحه. الجهاز ده هو اللي بيخلي حمام السباحه كانه حاجه وسط الطبيعه. وفي الجزء ده يا جماعه كان اليوم اللي بداوا فيه يحطوا الطبقه الاساسيه قبل تبطين حمام السباحه نفسه. بداوا يفردوا القماشه على الارض واحده واحده، طبقات كتير جنب بعض لحد ما غطوا ارضيه حمام السباحه كلها. في المرحله دي بداوا شغلهم على الجدران الداخليه لحمام السباحه، ودلوقتي الحفره هتبدا تتحول فعلا لحمام سباحه حقيقي. كمان جابوا 90 متر من مواسير الصرف مقاس 4 بوصه وبداوا يرصوا الجدران جنب بعضها، وفي الاخر كانوا متكونين من 10 اجزاء راكبين مع بعض زي البازل. مرحله الفلتره الطبيعيه للميه، المرحله دي كانت محتاجه ماده اسمها اكسباندد كلاي. جابوا منها كميه مهوله حوالي 12 طن، فرغوا الكميه اللي على الشاحنه في حمام السباحه. والخطوه اللي بعد كده كانت انهم يغطوا الطبقه دي بطبقه من الصخور الكبيره، غطوا بيها اطراف حمام السباحه وبعدين حطوا فوقها طبقه من البطانه، وفوق البطانه طبقه صخور كبيره تانية. بعدها بداوا يجهزوا المكان اللي هتتحط فيه المضخه نفسها. عملوا صندوق خشب وحطوا فوق الخشب طبقه كاوتش مطاطي عشان يقلل صوت المضخه وهي شغاله، وركبوا المضخه جوه الصندوق. وبعد كل التعب ده الارض اللي كانت مليانه شجر اتحولت دلوقتي لمكان مبهر جدا، حمام سباحه شكله كانه جزء من الطبيعه، وكل تفصيله هنا معموله بدقه، والشكل النهائي ممتاز الصراحه.